يا مساء الفل. ازيكم يا حلوين؟ عاملين ايه؟ كل سنه وانتم طيبين. النهارده ان شاء الله هنعمل مع بعض فيديو جميل جدا. هندمس الفول في البيت، مش هنشتريه من بره تاني خالص. هيطلع معانا نتيجه جميله. طبعا هتختاري نوعيه فول حلوه هتطلع معاكي نتيجه حلوه. يلا نشوف هنعمل ايه. اول حاجه كده انا معايا كميه فول. طبعا زي ما قلت لك هتختاري نوعيه فول تكون كويسه وحلوه، النوع البلدي الجميل ده. تمام كده اهو. طبعا منقياه كويس جدا. هبتدي اغسله كده واشطفه حلو قوي بميه. هنزل عليه بميه كده واشطفه كويس جدا كام مره كده لما يبقى خلاص مفيش شوائب مفيش اي حاجه خالص. شايفين؟ واصفيه بقى كويس جدا من الميه دي. تمام كده اهو. هنزل عليه بقى ايه؟ بشويه حاجات كده بقى هتخلي الفول جميل جدا. هنزل عليه بست معالق كده من الفول المدشوش مغسول برده ومتصفي، وثلاث معالق رز بلدي برده مغسول ومتصفي. طبعا الرز بيبقى نص الفول، نص الفول المدشوش اللي احنا حاطينه. تمام كده اهو. حلو قوي كده. هنديله بقى تقليبه حلوه كده اهو، وعليه كمان عصره ليمونه. ونقلب بقى تقليبه حلوه كده، وننزل عليه بميه مغليه، ميه سخنه يعني مغليه، ونسيبه بقى منقوع لا يقل من عن 5 6 ساعات كده اهو. اهو شايفين؟ طبعا الليمون مش هيخلي بقى اللون يغمق ولا اي حاجه خالص. هنغطي بقى كده اهو ونسيبه 5 6 ساعات كده اهو، ويكون جاهز معانا اهو. شايفين؟ بس كده هو كان كده بقى خلاص اتنقع حوالي 6 ساعات تقريبا يعني. شايفين بقى كانت الفوله كبرت كده ونفشت وبقت ضعفت حجمها كده، والفول المدشوش كمان شوفوا بيتكسر بسهوله ازاي. حلو جدا. هاخده بقى اصفيه كويس جدا واشطفه من الميه بقى والملح اللي كان منقوع فيهم دول. وارجع بقى هنضيف عليه ايه بقى؟ بصوا بقى جزرايه كده مبشوره. تمام. مبشوره ناعم. 4 معالق عدس كده انا غسلاهم برده ومصفياهم. وهحطهم كده على خليط الفول. تمام. هو ده بقى اللي هيديني القوام الجميل، والجزر هيديني لون حلو جدا وفاتح وزي الفل. هنقلبه بقى كويس جدا كده اهو. تمام كده. وهنرجع بقى ايه نحطه بقى في الفوالة بقى اللي هنسوي فيها. هنحطه في حلة ايا كان، هو هيتسوى معاكي ويبقى جميل. يعني مش لازم فوالة، ممكن تحطي في حلة حلوة كده ويكون غطاها محكم وتبقى جميلة وزي الفل. اهو هنزله بقى في الفوالة بتاعتي دي. الخليط كله اهم حاجة غطا الفوالة يكون محكم. هو ده اللي هيخلي الفول يستوي بسرعة وما يوصلوش هوا بسرعة وما يسودش. تمام كده اهو. قلبته كويس جدا وحطيته في الفواله ونزلت عليه بميه مغليه من الكاتل، ميه سخنه. وده يعني ضروري جدا ان هي تبقى ميه مغليه، ما نحطش ميه بارده. تمام كده. عشان ما ياخرش سوى الفول. هو كده كده الفول هيغلي بقى بسرعه وهيدخل في السوى بسرعه. جبت انا بقى غطا الفواله وحبيت كده بقى الف عليه ورق فويل كده عشان يبقى محكم على الفواله. تمام كده اهو. لفيته من داير ما يدور بورق فويل. يعني انا عايزه هو محكم، بس انا عايزه ازود احكامه بحيث ان الفول برده ما يوصلوش هواء، الفول ما يسربش بخار بره ويستوي بسرعه. تمام كده. قبل ما اجي ارفعه بقى على النار كده في المرحله دي انا هجيب معايا ايه بقى؟ ربع كوبايه او ربع كوبايه صغيره، او معلقتين بقى ايه خل. تمام. لكل ربع كوبايه معلقتين كبار، يعني لكل ربع كيلو رز، ربع كيلو عفوا ربع كيلو فول معلقتين خل. شوفي بقى انت عامله كميه قد ايه. انا حطيت هنا 6 معالق خل. تمام كده فورا قبل ما يترفع على النار على طول. وغطيت بقى كويس جدا كده اهو ورفعته بقى. ترفعيه على نار، ترفعيه على سخان. هو هنرفعه كده اهو على النار، نار عاليه الاول على بال ما الفول يغلي، وبعدين هنهدي النار خالص تماما ونسيبه بقى كمان لمدة 6 ساعات كمان. كل شوية هتبصي عليه وهتكشفي عليه معلقتين ال6 معالق الخل اللي احنا حطيناهم ده يخليكي تكشفي عليه كل شوية ما يسودش نهائي. شايفين اللون جميل ازاي؟ كل ما تكشفي عليه وما يهمكيش وما تخافيش. شايفين؟ هو كده كان تقريبا بعد ساعة كده من السوا كشفت عليه اهو. كده كان هيبتدي يدخل بقى في السوا. شايفين جميل ازاي؟ واللون جميل رهيب. ومعلقتين الفول والعدس بيخلوا العدس لافف والميه لافه وبيبقى جميل جدا. غطيته بقى عشان يكمل سوا. ده بقى كده كان خلاص اخد 6 ساعات كده سوا. بصوا شايفين جمال الفول وحلو ازاي؟ ده بقى ما نستغناش عنه خالص في البيت. وفي السحور ما بنستغناش عنه تقريبا، بيبقى وجبه اساسيه، طبق اساسي على السحور. حلو جدا.
فمش هيكلفك حاجه ان انت تعمليه في البيت بالقيمه الغذائيه العاليه اللي احنا حطيناها له دي. استحاله تجيبيه يعني بالقيمه الغذائيه دي من بره. جميل جدا. وطبعا بره غالي جدا، يعني انت ممكن هنا تعملي فولة الفول دي ما تتكلفش تقريبا ربع اللي بتجيبيها من بره. شايفين جميل ازاي؟ تحفه جدا، ولونه اصفر وفاتح وجميل. شايفين مفيش حبايه اسودت، والميه فاتحه وهايل وزي الفل. طبعا ده من الخل اللي احنا حطيناه قبل ما يستوي. والجزر طبعا اداله لون جميل، والفول اداله قوام حلو. شايفين زي الزبده، مهري خالص. شايفين جميل ازاي؟ تحفه جدا. جربوه بس بالطريقه اللي انا عملتها دي وبالخطوات دي، هتطلع معاكي نتيجه هايله. صدقيني هتدمنيها على طول هتعتمديها في البيت. مش هتجيبي فول من بره تاني. تحفه جدا. شايفين الجمال؟ بصوا، شوفوا الميه حتى بتاع الفول، تحسوها لفه كده وجميله، مش ميه كده سايبه. حلوه قوي. تقدري بقى تقدمي منه، تهرسي الفول تقدميه زي ما هو. في ناس بتحبه كده وناس بتحبه كده، وشويه زيت بقى كده وشويه طحينه. تقدري تعملي من الفول اصناف كتير جدا. طبعا على السحور بقى هتعملي كل يوم الفول بطريقه شكل جميل جدا. يا رب كده ان شاء الله الفيديو بتاعي يكون عجبكم وتجربوه ان شاء الله وينجح معاكم من اول مره. يلا اشوفكم بقى ان شاء الله في وصفه جديده وفيديو جديد، ودمتم في رعايه الله.